ماذا بينك وبين الله يا عامر عشان الطيارة تطلع مرتين وترجع لك مخصوص، والطيار يقول أنا مش هطلع لما عامر يركب. مدير أمن المطار رجع له مرتين، يقول له خلاص مش مكتوبة لك، يقول له نية، صدق النية، يقول له لا، النية حج، الموضوع مش من عندك. هو مصدق ان اصلا الموضوع مش من عنده، لا مش هيمشي من هنا، هو مصدق ان مين اللي يمشيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن هو ألح وطلب وصبر وفضل قاعد، والطيارة طلعت ورجع وصدق. صدق ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اذن له بالحج محدش هيقدر يقف قدامه. في عالم المادية بقت بتسيطر عليه، وكل حاجة فيه بتقول لك ان 1+1=2. لكن اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام، يعلم عبد الله بن عباس، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلاصة اهي، خلاصة جاية بقى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الموضوع خلص. عامر كان مصدق، يا رب احنا كمان نصدق ويجي الكلام ده في حياتنا بالحقيقة.